اهلا بيكم. النهاردة هعمل لكم وصفة مخبوزات هتنسيكم اي وصفة تانية. تعالوا مع بعض نشوف المكونات. عندي 450 جرام دقيق، كوباية لبن، معلقتين زبدة، 3 معالق سكر، معلقتين زيت، معلقة خميرة، بيضة، نص معلقة ملح. في بولة فاضية بقى هنبدأ نحضر الوصفة. هنزل الاول باللبن وبعد كده الخميرة وبعدها السكر وهديهم تقليبة كده واسيبهم حوالي 5 دقايق على جنب عشان الخميرة تبدأ تتفاعل. بعد كده بقى هبدأ انزل بباقي المكونات كلها ما عدا الزبدة. هحط البيض والدقيق والملح، كل المكونات. هسيب الزبدة بس لما ابدأ اعجن. العجينة دي ممكن نعجن بقى في العجان، ممكن نعجن يدوي بايدينا. اول ما العجينة تبدأ تلم معايا هبدأ بقى انزل بالزبدة. لو حسينا ان العجينة طرية شوية ممكن نزود دقيق، ولو حسيتها جافة ممكن ازود لبن بسيط. وده شكلها بعد ما اتعجنت. هسيبها حوالي نص ساعة تخمر في مكان دافي. ده شكلها بقى بعد ما خمرت. اخبطها كده، اطلع منها الهواء والفقاعات. بعد كده بقى هبدأ ارش دقيق عشان خاطر اقطع واشكل العجينة. وهقطعها بالقطاعة، هتقطع حوالي 8 قطع. هاخد بقى كل قطعة منهم وهعملها كورة كده واحطها على جنب قبل الفرد. الوصفة دي تنفع فطور، تنفع عشاء او حتى سناك. كمان ممكن في الحشو نحشيها حاجات كتير. انا النهاردة هحشيها نوتيلا، بس مش النوتيلا بس اللي تنفع، يعني ممكن احشي بقى مربى بالقشطة، ممكن نحشيها جبنة. يعني ليها حاجات كتير قوي، اي حاجة تحبوها ممكن تتحشي فيها. هاخد بقى ايه قطعة قطعة من دولت في صينية، هدهنها زبدة وهبدأ افرد كده بالطول العجينة. وهحط معلقة من النوتيلا كده في الاول، واحاول اقفل عليها كويس قوي عشان النوتيلا ما تطلعش من الجناب. بعد كده هقطع باقي الاطراف والم بقى العجينة كده على بعضها وارصها في الصينية. وهسيبها بعد كده تخمر حوالي نص ساعة خمرة تانية. وده بعد ما خمرت. هجيب بيضة بقى، صفار بيضة بس، ومع معلقتين لبن، وهدهن بقى بيها الوش. وانا هنا حبيت احط بس على الوش شوية حبة البركة. ممكن نحط سمسم. بعد كده بقى هدخلها الفرن، هتقعد حوالي ربع ساعة. وده شكلها بعد ما تطلع من الفرن. بقى هعمل مسحة زبدة كده، معلقة زبدة هدهن بيها الوش كله. وبألف هنا عليكم. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. أشوفكم في وصفة جديدة إن شاء الله.